السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده على قناتي وقناتكم سكينه ام هبه. اليوم جبت لكم هذا الكاليط هذا كيف طلبتوا مني بالطوابع اللي كنت وريتكم في الفيديو اللي من قبل. هذا ديال ورقه الشجر، الصراحه كيجي هائل رائع. قولي نتوما واش عجبكم، الا عجبكم خليوها ليا في التعاليق باش نزيدكم المزيد والجديد والسهل والبسيط كما عودتكم دائما، البساطه وشي حاجه اللي راقيه واقتصاديه. كنتمنى من كل قلبي هاد الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم وتجربوه ان شاء الله. وبمناسبه هاد العطله هذه توجدوا هاد البسكوي هذا للوليدات، ممكن انكم تغمسوا لي الجوانب ديالو في الشكلاط، كيبقى لكم الاختيار. صراحه واحد غاليت بسكوي اللي رائع جدا كانه دوازتاي، يعني هذا في هاد العطله هذه ممكن لا جي عندنا شي ضيف او لا بغينا نديو في اليد ديالنا نوجدوه. وما غاديش نزيد نطول عليكم، غادي نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. والمقادير دائما المعتمدين عندي اللي كنشارككم بهم دائما في لي غاليت، غير اضافه ديال الكوك ممكن انكم تستغناو عليها. عندي واحد كاس ناقص صبع ديال الزيت، كاس لاروب ديال السكر سنيده، وعندي هنا قشور حامضه، جوج بيضات، عندي جوج ساشي ديال الفاني، جوج معالق ديال الكوك ممكن تعوضوهم باللوز مطحون او بكاوكاو كيبقى لكم الاختيار، جوج معالق ديال العسل ممكن تعوضوهم كونفيتير، وواحد خماره ديال الحلوى. هنا في واحد الاناء كندير ديك القشور ديال الحامضه، كنضيف مع هذاك الكوك، وغادي ناخذ هنا البيض، غادي نفرز الصفار على البياض، يعني الصفار غادي نخليه للدهن والبياض غادي نديرو في الخليط ديال الكاليط ديالي. صراحه كنصحكم انكم تجربوا هذا الكاليط وقولوا لي بحال الوصفه اللي تبغيو، واش بقى هكا غادي لكم هكا في سلسله ديال هادشي للوليدات الكوتي، ولا تبغيو هكا شي حاجه ساندويشات. خليو لي في التعليق ديالكم وارائكم، وان شاء الله كنحاول دائما ارضي جميع الاذواق الا قدرت عليهم بطبيعه الحال، حيت تبارك الله ما شاء الله عندي متتبعين طيبين من غير الناس اللي الله يهديهم. صافي هنايا كيما شفتوا معايا كنضيف السكر سنيده، البيض، الكوك، قشور الحامض، وكنخلط مزيان وكنزيد الزيت. صراحه الكاليط ما شاء الله كيعطي واحد الكميه كثيره. هنا درت جوج معالق ديال العسل، عرفتوا العسل هاد البنات والله الا العسل عندي ديال رمضان ديال المعسلات راه معلك على حقه وطريقه، راه ما كيتحجر ما حتى شي حاجه، مازال عندي في القرعه ديالو في وقت ما بغيتو هكا احتاجيتو شي حاجه فيها العسل. كنوظف كنخدم به، صراحه كيبقى من داكشي رفيع ما كيتحجر ما والو. صافي انا كنخلط داك العسل مزيان مع الخليط، عاد تبارك الله مع داك العسل معلك، درت مجهود باش كيطلق داك العسل مع داك المكونات اللي ضفت دابا. هنايا غادي ندير جوج ساشيات ديال الفاني. بالنسبه للخميره عندنا خماره وحده باش كيبقى داك المرشم محتفظ على الشكل ديالو. صافي هنا غادي نخلط دوك جوج ساشيات الفاني، وغادا نضيف ان شاء الله الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق دائما انا كنستعمل دقيق خاص بالحلويات، كيكون مغربل من طبيعه الحال. انا صراحه كناخذ ديك خنشه ديال الدقيق وكنغربلها وكنديرها هكا في البواطه ديالها، وقت ما بغيتو كنهزو، يعني ما كنحتاجش نعاود نغربلو. ما اختار كان عندي الجينواز كنعاود نغربلو. صافي هنا غادي نحاول نخلط. هنا راه درت ليغون على حساب يدي مضروبه، درت ليغون جمعته. كاين صراحه الليغا ما غير عمليه، والله الا كملت باليد ديالي اليسرى صراحه ما كاين ما احسن من اليد. انا ما كنحمش الليغات، ما نغسل بهم ما ندير حتى شي حاجه، ما عنديش مع الليغات نهائيا. ولكن بحال هكا يعني الا كانت شي حاجه ضروري كضطر انك ديري الليغات. صافي هنايا كنحصل العجينه بحال الصابلي كما شفتوا معايا. هنا كناخذ بلاستيكه وكنورقها بالبلاستيكه، والبلاستيك هذاك الكاليط ديالي اللي غادي نديرو على شكل بسكوي بالقطع اللي وريتكم. هو مازال يعني في كاع هذا الفيديو هذا غنوريكم الصوره، يعني الا بغيتو تسكرينيوها نخليها لكم ان شاء الله. انا دائما كنحاول نوضح لكم، نعطيكم الاثمنه، كنشرح، كنعطيكم بدائل، وكنتمنى منكم غير ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، الله يجازيكم بخير، واحد التعليق زوين باش نعرف ان الفيديوهات ديالي كتعجبكم. وهذا هو الطابع كما شفتوا معايا. انا صراحه كنتقدى عند واحد السيد كيخليهم ليا بجوج دراهم، كاين اللي كيبيعوا بجوج دراهم ونص حتى 3 دراهم، المهم ما كيتعداوش 3 دراهم. غير ما يغتنمش شي حد الفرصه، راه كيبقاو غير طوابع البلاستيك وراه متوافرين تبارك الله بكثره في الاسواق وعند مولي لوازم الحلويات حتى العطار ولاو كيبيعوهم. صافي هنا ضروري كل مره كنبغي نطبع كندير انا كنطبع ديك الجهه اللي فيها الرشمه. صراحه هاد الطابع هذا جا بحال واحد الحلوه راه معروف بها مدينه اسفي، ديال ورقه الشجر كتنقش، جات كتبان بحال منقوشه، هي راه غير بهذا الطابع. يعني هذا كبديل ان شاء الله غنشارككم بعده وصفات باذن الله. غير ما تبخلوش عليا، الله يجزيكم بخير.
لو واخا كنقول لكم لايك كتنساو ليا داك اللايك. الله يجازيكم بخير. يعني اللي شاف فيديو ما فيها باس يخلي واحد اللايك من باب التشجيع وواحد التعليق زوين، ولا كان ممكن انكم تبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاحباب باش تعم فائده. يعني هاد الكاليط لا لحتي لصديقتك او لا اختك او لا شي حد من العائله ديالك والله الا غادي يعجبو، حيت شي حاجه اللي بسيطه والشكل ديالها راقي ورائع جدا وتبارك الله. راه حيت كنقطعوا بهاد القطاعات الصغيره عرفتي راه كيعطي واحد الكميه كثيره جدا. انا صراحه هاد الفيديو هذا غادي نوريكم الكميه اللي عطاتني نص عجنه، ومازال ان شاء الله الكميه اللي بقات خدمه لكم بها واحد الشكل اخر. صافي هنا كنبقى يعني اللي درتها في الدقيق كنطبعها بالطابع وكنحط هكا حتى كنكمل كامل الكميه اللي عندي. صراحه راه ساهل وما شاء الله كيجيب واحد الشكل اللي راقي ومميز. انا غادي نحاول نوريكم عن قرب. صراحه راه كيجي كانه دابا تبارك الله كاين شي حلويات منهم واحد الصديقه ديالي الله يجزيها بخير جميله برقيه، بغيت نقدم لها تحيه من هذا الفيديو هذا. تبارك الله ما شاء الله عليها كتخدم حلويات اللوز وكاع الطوابع ما شاء الله كتبدع فيهم الله يعطيها الصحه. صافي انا كيما شفتوا معايا كنحاول هكا اللي طبعتها كنديرها في الطاوه. ماشي ضروري البنات هذيك السيلبات اللي كنخدم عليها خدموا يعني غير على ورق الطبخ او دهنوا الطاوه ديالكم بالزيت وترشوا شويه ديال الدقيق، لا غير دهنوها بالزيت صافي. بالنسبه للشكل ديالو هو هذا. كناخذ هنا صفار البيض مع قهوه سريعه الذوبان وكندهن دهنه خفيفه غير من الفوق كما شفتوا معايا. يعني ما كنحاولش نكثر البيض في هاد الشتاء باش ما يهبطش ليا في دوك الرشمه ديال الطابع، باش لا طاب كتبقى تبان هذيك الرشمه ديال الطابع. كنتمنى نكون فسرت يعني الطريقه الدهن، يعني ما تكثروش. انا عندي واحد البانسو راه بان لي في الفيديو اللي من قبل هنا ما لقيتوش، تكون ديك الشيتات صغار كيدوز 3 دراهم عندهم هاد ما كتهش البيض بزاف كتهز واحد الكميه قليله. صافي كنبقى هكا ندهن حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للكاليط راه ما كيحتاجش، ها هو تبارك الله بعد ما دهنته كامل ما كيحتاجش وقت طويل في الفران حيت فيه العسل دغيا كيطيب ويتحمر. وغادي نوريكم الشكل النهائي بعد ما كيطيب ويتحمر كيجي من داكشي الرفيع. انا عطاني 2 طاوات من هذا الحجم غير نص عجنه، يعني مازال ان شاء الله غادي نشارككم بالشكل الثاني اللي خدمت في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. راني مصوره لكم فيديو غادي نحطو لكم وكيكون هذا هو الشكل ديالو بعد ما كيتحمر وكيطيب. كيجي اللهم بارك كما شفتوا معايا كيجي مذهب وتبارك الله ديك الرشمه كتجي باينه ديال الطابع. شوفوا هنا عن قرب كيجيب واحد اللون موحد ذهبي رائع رائع جدا. يعني هذا تحطوه في الطبيله ديالكم كانه دوازتاي ويعني بحال منقوش. يعني هذا الطابع صراحه عجبني بزاف بزاف. قولوا لي انتم واش عجبكم، واش تبغيو تجربوه، خليوها لي في التعليق. واش تبغيو نعطيكم عده وصفات بهاد الطوابع الجديده كذلك خليوها لي في التعليق. الله يجزيكم بخير. صراحة واحد الوصفة اللي راقية واقتصادية كما عودتكم دائما. وهنا غنحاول نذكركم بالفيديوهات من قبل ديال لي غاليت. هذا اللي على شكل ورقة الشجر، هذا هو الطابع ديالو كذلك هذا الشكل هذا. وغادي نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد وصفة